السلام عليكم على اغلى واحلى متابعين في الدنيا، يا رب تكونوا بخير وبصحه وسعاده. هنعمل النهارده خلية النحل من المعجنات الحلوه الهشه اللي ممكن تحشيها بالجبنه، وكمان ممكن تاكليها ساده. تعالي يلا نعمل خلية النحل من الدرجه الاولى. بس لو اول مره تشوفيني كملي الفيديو معايا للاخر. اول حاجه كده هتحتاجيها انك في عجينه خلية النحل البوله بتاعتك هتحط فيها الدقيق. انا المره دي استخدمت 6 مجات من الدقيق طبعا يكون فاخر، الدقيق طبعا يكون نوع كويس. 6 مجات من الدقيق طبعا حطيت عليهم معلقتين كبار او 3 من لبن البودره، عليهم معلقه كبيره من الخميره الفوريه، عليهم معلقتين من السكر. هتخلطي الخليط ده كله مع بعض بالمعلقه بتاعتك بالشكل اللي انتوا شايفينه كده بالظبط. لو انت مش عايزه تعملي 6 مجات من الدقيق براحتك خالص، ممكن تعملي 4، ممكن تعملي كيلو، لكن انا النهارده عملت 6 مجات بالمج اللي انتوا شايفينه ده قدامكم. دايما انا بعاير بيه الميه بتاعتي والدقيق بتاعي. نزلت عليهم كده مبدئيا بكوبايتين ونص من الميه، وعلى حسب ما تاخد معاكي العجينه. انا ممكن تاخد معاكي ممكن مجين ونص، ممكن تاخد 3، ممكن تاخد 3 مجات الا ربع، بس انا خدوا معايا حوالي 3 مجات الا ربع. بدات اعجن العجينه بتاعتي بالشكل اللي انتوا شايفينه. طبعا العجينه بتاعت خلية النحل لازم تتعجن كويس خالص عشان تبقى معاكي حلوه وهشه، لازم تعجنيها خالص وتملكيها. انا قلت والله استخدم العجان ده واشوفه المضرب واشوف هيعجن لي العجينه واخليها كويسه ومالكه ولا لا. فبدات اعجن بيه، قلت ما شاء الله عليه عجن العجينه وبقت كويسه. حطيت عليها كده معلقتين من الزيت وكملتها وحطيتها في مكان ارتاحت بالشكل اللي انتوا شايفينه كده بالظبط. لازم طبعا تملأ الحاجه اللي انت عاجنه فيه. لما خلاص اختمرت وبقت كده خلاص، اللهم صل على النبي، اختمرت خالص وبقت تمام خلاص، فرغتها كده العجينه بتاعتي على الرخامه وبدات اقطعها. طبعا انت تقطعيها بالشكل اللي انت عايزه تقطعيها بالشكل ده براحتك، عايزه تقطعيها بالشكل اللي انت عايزاه براحتك. انا عملت على شكل رول وبدات اقطعها. بعد كده هبدا اقطع الرول اللي انا عملتها تقطعه على قطع صغيره. لو انت عايزه تقطعيها كبيره براحتك برضو، لو انت عايزه تقطعيها وسط، عايزه تقطعيها صغيره. انا في الوقت ده قطعتها يعني وسط، لا هي كبيره خالص ولا هي صغيره، بس انت طبعا براحتك خالص، التقطيع براحتك فيه. برضو وانت تقطعي العجينه، واهم حاجه برضو انك انت تغطيها بكيس او تغطيها بفوطه مطبخ بحيث ان هي ما تنشفش معاكي من فوق، السمسم بتاعك ما يوقعش من عليها. فانا خلاص بدات قطعت عجيني، بدات اشكل فيها. طبعا انا كنت انا وبنتي في المطبخ، فهي شكلناها بسرعه، فما ما لحقتش يعني ايه تعمل وش من فوق او تعمل طبقه كده خشنه. بدات الشكل طبعا العجينه بتاعتك هتفرديها تبططيها بايدك بالشكل ده بالظبط، وهتحطي فيها الجبنه. انا كنت ده طبعا جايبه جبنه مثلثات، انت طبعا هتجيبي الجبنه اللي انت عايزاها، اي جبنه انت مستخدماها هتجيبيها، وهتحاولي تقفلي العجينه بالشكل ده بالظبط. هتقفليها كويس خالص عشان الجبنه بتاعتك ما تطلعش منها زي كده. طبعا هي مش هتاخد معاك اي وقت خالص، يعني هي ما خدتش معانا يمكن تقريبا ساعة في العجين بتاعها، ما بتاخدش غير التخمير. تكوني محضرة الصواني بتاعتك دهناها طبعا مسحة من الزيت، وهتحطي الخلية النحل. لو لقيتيها من فوق عملت طبقة معاكي كده خشنة، ممكن تجيبي كده شوية من اللبن او مية وبالفرشة وتبدأي تديها مسحة من فوق عشان السمسم اللي انت هتحطيها عليها ما يقعش منها لما تيجي تطلعيها من الفرن. طبعا بعد ما تشكليها وتحطي عليها السمسم هتحطيها برضو تاني تتخمر، تحطيها في مكان برضو وتدفيها عشان الايام دي ايام برد، فهتحطيها وتغطيها باي حاجه برضو تدفيها كويس وتسيبيها لحد ما تتخمر ويتضاعف حجم. لو لسه معايا لحد دلوقتي في الفيديو يا ريت ما تنسوش اللايك، عشان اللايك مهم خالص، بيرفع الفيديو معانا وخليه يتشاف. كده خلاص احنا شكلنا خلية النحل كلها في الصواني اللي انتوا شايفينها. وانت طبعا عايزة تعملي على حسب عدد افرادك، ممكن تعملي كمية اقل من كده برضو، ممكن تعملي نفس الكمية على حسب الافراد، افراد عيلتك او على حسب اولادك. انا عملت كمية يعني لا هي كتيرة ولا هي قليل، احنا اولادي كتيرة، فانت اعملي على حسب اولادك، على حسب افراد اسرتك اعملي الحاجة بتاعك. انا بوريكم اهو كل شويه شايفين. اللهم صل على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بعد ما خلاص انا سيبتها اتخمرت حوالي ساعه عشان الدنيا برد طبعا، والمعجنات بتاخد وقت في التخمير. هتكوني مسخنه قبليها الفرن ب10 دقائق ب15 دقيقه، هتدخل على درجه حراره عاليه، يعني تكون الفرن سخنه خالص. هتقعد اول 5 دقايق على نار عالية، بعد كده هتهدي النار عليها، هتخليها على 180، كل شوية تبص فيها
مش جناب طبعا. لو لقيتيها خلاص استوت معاكي خلاص راح تاخد لون، هتطفي الفرن بتاعتك وهتشغل الشوايه حوالي 5 دقايق برضو مع التقليب. تخلي بالك منها برضو كل شويه، يعني تجيبي من جوه لو لقيتيه حمر وتطلعيه من بره وتدخلي من بره تحطيه من جوه عشان برضو ما تاخدش لون زايد معاكي. شايفين؟ اللهم صل على النبي. اللون بتاعها تحفة تحفة. هتكون برضو عاملة شربات كده خفيف، مية بسكر، بس الشربات بتاعها ما يكونش تقيل، يكون خفيف، يا دوب تطلع كده من الفرن سخن. هتروحي مدياها كده وش بالفرشة بتاعتك عشان تدي لمعة معاكي. لو عايزاها كده خلاص براحتك، دي تكاية ممكن تعمليها، عايزة تعمليها اعمليها، مش عايزة تعمليها برضو براحتك خالص. شايفين؟ اللهم صل على النبي. صراحة يعني المعجنات والحاجات دي بتنفع أولادك في اللانش بوكس في المدارس، بتتاكل بكوباية شاي بكوباية لبن، تتاكل كده سادة. صراحة هي طعمها حلو، هشة جدا مرتفعة، طعمها حلو. والله أنصحكم إنكم انتوا تجربوها. ربنا كده يا رب يحسن ما بين إيديكم. الحاجة طبعا اللي بتعملها الأم طعمها حلو. يعني أشجعكم إن شاء الله بعد ما تسمع الفيديو كده تقوم على طول تجيب البولة بتاعتك وتعمل خلية النحل التحفة وتعملها بالطريقة اللي أنا عملتها. إن شاء الله تطلع معاكي ناجحة وتطلع معاكي زي العسل. أهم حاجة كده دعوة من القلب تيسير الحال إن شاء الله. بس كده، لو عجبك الفيديو اعملي لايك للفيديو، ولو كنت عملت اللايك اشتركي في القناة وفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد من عندي هنا في القناة. واشوفكم على خير إن شاء الله في وصفات تانية أحلى وأحلى بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.